اللي عايز يشوف ابوه وامه اللي ماتوا او اي حد مات في منامه يصلي الصلاه ديت. الكلام العجيب الغريب ده يا عم شريف، يا عم اسمعني كده بس وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. هو الفيديو ما بيوصلش غير بكده، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بعتوا لي وقالوا لي يا عم شريف ده في صلاه عجيبه جدا بيقولوا عنها لو انت عاوز تشوف اي حد ميت في منامك لازم تصلي الصلاه دي. قلت اما اشوف الصلاه دي عامله ازاي. بيقول لك يا عم الحاج بعد ما تصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام تصلي 6 ركعات، كل ركعه تقرا فيها سوره الفاتحه عادي زي ما بنقرا في اي صلاه. الركعه الاولى بعد سوره الفاتحه تقرا سوره الشمس 7 مرات، والركعه الثانيه بعد سوره الفاتحه تقرا سوره الليل 7 مرات، وفي الركعه الثالثه بعد سوره الفاتحه مش هقول لك تعمل الثاني عشان ما حدش ياخد الكلام ده ويروح يقلده. في ناس كده يقول لك بص انا هجرب يا عم شريف يمكن تصيب معايا، عشان كده مش هكمل الطريقه بتاعتها عشان ما حدش يعملها. المهم يقول لك بعد ما تصلي الكلام ده تقوم داعي بدعاء معين كده وتخش تنام تشوف فلان في المنام. الكلام ده كله من البدع والخرافات والخزعبلات. يعني حرام نصلي يا عم شريف؟ ايوه حرام يا حبيب قلبي. طب ليه حرام يا عم شريف؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش الصلاه دي، واحنا كمسلمين بنصلي زي النبي ولا بنصلي بمزاجنا وكيفنا وهوانا؟ طبعا زي النبي. يا اخوانا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لو كل واحد فينا عبد ربنا بمزاجه وبكيفه وبهواه يبقى الدين ده ما يبقاش دين، يبقى لعبه. كل واحد يطلع يفتكس لك صلاه، يفتكس لك ذكر معين، عباده معينه، يقول لك يا عم انا عملت لكم صلاه ما تخرش الميه، يلا صلوا زي على اساس ان سيدنا جبريل جالك يعني ان شاء الله كده واوحى اليك ما لم يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا بقى ارحموا عقولنا شويه. الصلاه اللي انتوا سمعتوها من شويه دي ما حدش يصليها ابدا ولا ينشر الحديث بتاعها، لانه حديث باطل مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثواني تعال بس اقول لك حاجه مهمه جدا. يجوز على فكره ان انت تدعي قبل ما تنام تقول يا رب اشوف ابويا في المنام، يا رب اشوف امي في المنام، يا رب اشوف فلان اللي مات في المنام. عادي جدا يجوز ولا حرج في ذلك، لان ده من باب الدعاء، والدعاء ملوش صيغه معينه بتدعي باللي في قلبك كيف ما شئت طالما انت متادب مع ربنا في الدعاء. شرط ان انت ما تخصصش صوره ولا صلاه معينه ليس عليها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانك لو عملت كده فده من البدع الذي ياثم عليه فاعله ولا يؤجر ابدا. بالظبط زي اللي يقول لك احنا هنقرا النهارده سوره ياسين 40 مره بنية قضاء الحوائج. يا ابني ما ينفعش، ما عملش كده النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتفتكس ليه؟ يعني غلط، ايوه غلط يا حبيبي والله العظيم ما ينفعش. تأثم على ذلك وان فعله غيرك هتاخد ذنب مرتين. فزي ما عندنا الدال على الخير كفاعله فعندنا برضو الدال على الشر كفاعله. ده شر لان ده من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين على فكره انت في حاجه مش واخد بالك منها. العبره يا حبيب قلبي مش انك انت تشوف ابوك او امك او حد انت بتحبه في المنام. ممكن تشوفه في المنام وتقوم كده مبسوط لكنه ممكن يكون بيتعذب ولا حاجه في النار ولا اي حاجه مش كويسه. ولكن العبره ان انت تفيده وتنفعه وهو ميت. ومن النفع اللي انت ممكن تعمله لهم علشان توصل لهم ثواب وهم في قبورهم انك انت تدعي لهم، وانك انت تكثر الصدقات عنهم وتستغفر لهم، ولو عليهم دين تسد الدين بتاعهم، ولو عليهم صيام ماتوا ولسه ما قضوهوش وماتوا ما لحقوش ان هم يقضوه فتصوم عنهم، ولو عرفت تعمل عمره ولا حج للميت ده بس تكون انت عملت عمره او حج عن نفسك فاعمل الكلام ده. كل ده بيوصل ثوابه للميت بفضل الله عز وجل. هو ده الانفع والاحسن انك انت تشوفهم في المنام. حلو الكلام، كلام جميل. شيل بقى الكلمتين حلوين دول فالدلوا على الخير كفاعله. اوعى تنسى تحت في التعليقات تدعي لاي واحد انت بتحبه مات، يمكن ربنا يستجيب لك. وما تنسنيش كده بدعوه حلوه تحت، ففي ملك موكل يقول لك امين ولك بالمثل ان دعوت لاخيك بظهر الغيب. واوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.